بزاف ديال الناس ما كيعرفوش انه بسبب حوايجهم القدام يقدر يتسببوا في مشاكل كثيره، لا بالنسبه ليهم ولا بالنسبه لولادهم ولا بالنسبه للناس اللي دايرين بيهم. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كيفاش نتخلصوا من هاد الحوايج، واش غنحقوهم، واش غنصدقوا بهم، واش نديروا لهم اعاده تدوير، واش نرميوهم، واش بقاو معي ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نعرفوا نصائح مهمه ونصائح غتعاوننا، وغادي ان شاء الله بسبب هاد النصائح غنتفاداو مشاكل كتير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. فيديو جديد وموضوع جديد. الموضوع ديالنا اليوم مهم ومهم بزاف. الحوايج القدام او الحوايج اللي كيكونوا صغار عنا ولا تيكونوا هكا قاسهم جافيل، ولا كيما هكا تتكون فيهم شي هكا تيتقطعوا ولا شي حاجه، وتيكون عندنا داك المشكل كيفاش تنتخلصوا منهم. الاغلبيه فينا تيكون عنده عادي تيتخلص من الحوايج ديالو، تيسالي منهم، اما كيرميهم في الازبل اعزكم الله، اما كيشدهم تيجمعهم في شي ميكا وكيحطهم حدا شي بركاسه، اما تيبان ليه شي واحد كيعطيهم ليه، اما بزاف ديال الحوايج. والمشكل الكبير هو منين كنشدوهم وكنديروا لهم اعاده تدوير، وحنا في عقلنا وفي راسنا في العقليه ديالنا تنقولوا نستغلوا دوك الحوايج، سالينا منهم هكا نستغلوهم. فاش كنستغلوهم في الاغلبيه، اما كنشدوهم تنقطعوهم وكنمسحوا بهم الغبره، اما كنشدوهم كنديوهم كجفاف، وحنا ما عارفينش انه اكبر خطا واكبر مشكل كنديروه في حياتنا وحتى لوليداتنا. كنشدو هذاك الحويجات وتنمسحو بهم وحنا ما عارفينش اننا كنضروا بهذاك الشخص صاحب هذاك دوك الملابس. المهم اليوم ان شاء الله قلت لكم غادي نشوفوا الطريقه الامنه كيفاش يمكننا نديرو نتخلصوا من هاد الحوايج القدام بطريقه امنه ما تضرنا وما تضرش الناس اللي عزاز عنا. اول حاجه من تيكون عندنا بحال هكا شي حوايج هكا صغارو عندنا، اما كتكون كنقلبوهم الا كانوا باقي مزيانين ما بيهم لا قطعه لا حتى حاجه، باقي فيهم ما يتلبس، كنشدوهم وكنصبنوهم وكنشدوهم. قبل مني كنصبنوهم كنشدو واحد البانيو ديالنا وكنديرو فيه الخل، ياك كنشدو الخل وكنديرو فيه ديك الملحه الحيه، ديك الملحه الحارشه، وكنديوهم الليل كامل وتنقضوهم في الماء في داك البانيو، والغد ليه كنديوهم في الشمس، كنعصروهم وكنديوهم في الشمس لمده ديال 48 ساعه باش ما تشمشوا مزيان. علاش؟ حيت اننا دوك الحويجات من تيصغاو عنا ولا ما تنقدروش باقي نلبسوهم ولا تنستغنيو عليهم، تيبقى فيهم هذيك الطاقه ديالنا وتيبقى فيهم هذاك الريحه ديالنا ولا ديك النفس ديالنا تتبقى في دوك الحوايج. وملي كنشدوهم حنا كنديو فيهم الخل والملحه كنحيدو منهم طاقتنا وتيتشمشوا، حيت الشمس احسن تعقيم كنديو لهم هو بالشمس. وكما قلت لكم هذا الخل والملحه. وحتى بالنسبه لهكا الحوايج ديال البال، حنا تنقول لهم الحوايج القدام ديال البال ولا سميتو، حنا تيبان لك بحال كنت تكوني غاديه وكتشدي تعجبك شي حاجه وكتشديها لشي واحد عزيز عليك وكتجي فرحانه تصبنيها وتتعطيها ليه، وانتي ما عارفاش انه بسبب هذاك التريك ولا ديك الجاكيطه اللي جبتي لولدك يقدر ولدك يتغير عليك في البلاصه، تيبان لك الولد تغير عليك وما عرفتيش انتي السبب ديال داك التغيير. السبب هو ديك الجاكيطه ولا دوك الملابس اللي جبتي ليه، شديتيهم ديريكت غسلتيهم وانتي ما عارفاش ان دوك الملابس باقي فيهم الطاقه ديال داك الشخص صاحب الاصلي ديال ديك اللبسه. يقدر يكون شي واحد كان تيكمي في المثل ديال الكاغو وتجيبيهم نتيا وتصبريهم عادي وتشدي وتعطي للولد، وتيبان لك الولد هكا في النفسيه ديالو صافي تبدل عليك الولد. المهم قلت لكم احسن طريقه اللي كنديروا لهم هي حتى الحويجات الا جبناهم من البال، ياك كنشدوهم وماشي كنشدوهم ونصبنوهم صافي، الا نشدوهم ونجمعوا دوك الحويجات كاملين ونشدو بانيو نديرو فيه الماء ونديرو الخل ونديرو الملحه ونقعوهم الليل كامل، ومن بعد نشدوهم نديروهم 48 ساعه في الشمس حتى تيتشمشوا مزيان، عادي يمكننا نستافدوا منهم ويمكن نلبسوهم.
حيت حنا ما كنعرفوش ان هادوك الحويجات ملي كنجيو كنلبسوهم غا فيهم مشكل كبير، يقدر نسحو راسنا وحنا ما عارفينش، وكنجيبو هي المشاكل راسنا والصداع للضو وحنا ما عارفينش وغافلين على هادوك المشاكل كاملة. دابا قلت لكم ولا بحال هكا الحاجه الا بغيتي تصدقيها صغا عليك شي طريق ولا شي حاجه ما كتلبسيهاش، ديري نفس الطريقه، شدي حويجاتك واخا يكونوا مسبلين واخا يكونوا كيما بيكونوا نقيين، نشدهم ونقعهم في هذاك البانيو، الملحه والخل والشمش، هاد ثلاثه الحويجات ديما ان شاء الله. وحاجه اخرى ديما ان شاء الله هاد الطريقه اللي تديو ان شاء الله. والحاجة الأخرى أنك أي حاجة صغارت عليك ولا شي حاجة مقطعة ما يمكنش باقي تعطيها لشي واحد، وياكي تشديها وتقطعيها وتديها النظافة، لا غا انتي كتشد الأكثر ديال الأمهات هاد الطريقة اللي كيديروها تتبان ليها سالات من شي تريك، وخصوصا يكون داك التريكو اللي تيبقى شي تريك ولا بيجامة فيها داك الثوب اللي تيكون هكا تيشرب الماء كيستغلوه تيديرو كجفاف هكا تيجفو بيه الدار وتتحطها قدام باب الدار، واللي جا كيعفط على داك الجفاف وتيبقاو يمسحوا فيه رجليهم وانت ما كتعرفيش ان صاحب التريكو كتهلكيه بهذيك الطريقه. المهم نتفادوا هذه الطريقه اللي قلت لكم، ونديو هذا التعقيم ديال الخل والملحه والشمش ديما يكون عندكم هذا الشيء اللي قلت لكم، نستعملوا هذه الطريقه. وخوتي هادشي اللي كاين، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم تستافدوا وتديو هاد الطريقه تكون معتمده عندكم. الحاجه كما قلت لكم لبنا نتخلصوا من الحوايج هذه افضل طريقه. يلا اخوتي تهلاو ليا فراسكم، وكنتمنى الناس اللي ما مشتركينش يضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا داك الجرس باش ان شاء الله اي جديد في القناه يوصلكم. وتهلاو ليا فراسكم وبسلامه.